استاذة ليش استاذة ميمة 3 ثواني على الهوا. 3 2 1 هوا. دبابيس مع ميمة وخالد عليش على حرية نت دوت نت. دبابيس مع ميمة وخالد عليش. دبس نفسك مع ميمة وخالد عليش. مستمعينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده دبابيس مع ميمة وخالد عليش. بنرحب بكل الناس اللي انضموا لنا دلوقتي. عايزين نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. النهارده ثالث حلقه في شهر رمضان. معاكم زي كل حلقه ميمة وخالد عليش. ازيك يا ميمة؟ ازيك يا خالد؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ قبل ما نبدا الحلقه بس انا عايزه اعتذر لكل الناس اللي بتسمعني وهتسمعني ان انا عندي برد النهارده، فمش عايزين حد يتضايق. لا انت صوتك تمام وكله طالع كويس زي الفل. احنا بس عايزين نقول للناس احنا زي كل حلقه زي ما انت قلت في حلقات رمضان معانا، يعني زي ما قلت زي ما كنت هتقول يعني كنت هتقول بس انا دخلت في الموضوع. معانا النهارده باند طرطيش كلام وخالد السقا زي كل حلقه. طرطيش كلام زي ما وعدناكم ان هو هيبقى معاكم خلال شهر رمضان. ازيك يا خالد؟ ازيك يا ميمة، عامله ايه؟ عرفنا بقى بالناس اللي معاك النهارده. معايا كاتب الباند سمسم. ازيك يا سمسم؟ تمام الحمد لله. اللي كل الناس كانت مستنياه يعني في احمد عبد السلام. احمد عبد السلام اللي كاتب رز وخل. قربوا بس شويه من المايك عشان صوتكم. واللي كاتب يعني كاتب للباند، يعني كاتب معظم حاجات للباند. ومعايا ملحن جميل جدا النهارده اسمه محمد انور. تمام، يا رب يعجبكم النهارده. حد شاطر جدا وحد ان شاء الله يعني ليه مستقبل باهر يعني ان شاء الله. ازيك يا انور؟ الحمد لله تمام. من قبل ما الحلقه تبدا من الساعه 7:30 ولا حاجه مبعوت لك كومنت يا انور. هنعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه بقى؟ اكل عيش بقى. كل سنه وانتم طيبين. منورنا يا جماعه النهارده. ويعني احمد عبد السلام او سمسم كان يعني ليه شغل قبل كده. سمعنا رز وخل وسمعنا حاجات كتير كده كان سمسم هو اللي كاتبها. وانت كمان كتبت لنا اغنيه للبرنامج، بس احنا الاغنيه هنزعها ان شاء الله من الحلقه الجايه لان فيها حبه مشاكل فنيه كده هتتعالج وتتذاع ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله. عايزين بقى نفكر الناس بارقام التليفون. الناس اللي عايزه تكلمنا تقدر تكلمنا على 2795070 او تدخلوا على السايت بتاعنا وتدخلوا على البيج بتاعت دبابيس وتسيبوا لنا الكومنتات بتاعتكم على حلقه النهارده بتاعت دبابيس. وطبعا احنا قبل ما الحلقه تبدا جات لنا كومنتات كتيره. جالنا في واحده عايزه منك يا خالد ان هي نبعت لها صوره كريم هو كان لاعب جيتار موجود معانا في اول حلقه من حلقات رمضان. احنا مش عندنا يا مها، احنا مش عندنا صوره كريم، بس لو خالد ان شاء الله هننزل ممكن اخليه يبقى يبعتها لك على الميل بتاعي. وطبعا الميل اللي جه لانور في اول الحلقه بتقول لك، هي بتقول ان هي متابعاكم من زمان او من عشاق الباند ده وخصوصا محمد انور، وبتقول لك انت جامد جدا جدا وصوتك واغانيك والحانك كلها تحفه. مش للدرجات دي يعني، مش للدرجات. وهي مستنيه الحلقه بفارغ الصبر. ادينا جينا اهو يا مين يا بوبو. مستنيش بقى بفارغ الصبر. في حد تاني عندك؟ في مين؟ في تاكي عازف جيتار الباند تبع محمود. تبعكم تاكي. انا اول مره اسمع عنه حتى بدايه. تاكي بتاع انت مش لا اكيد مش تاكي. ايوه تاكي. لا هو بيقول ان هو ايه تاكي ممكن يكون حد زي سمسم كده. بس ما عندناش غير 2، هشام وكريم. ممكن يكون حد فيهم. هو بيقول ان هو عازف جيتار الباند وانه اللي هيقدر يقولوا ان هو انتظر حاجات جامده. سهل يكون حد دخل ويمكن هينضم لكم جديد يعني. ممكن. عموما كمان احنا جاي لنا كومنتس كتيره جدا للفنان حسين شلبي اللي هيكون موجود معانا في الفقره الثانيه من دبابيس. احنا بس عايزين قبل بقى ما نبدا البرنامج يعني صح انا ليا طلب بسيط بس عشان انا مزكمه. اتكلم على ليدر الباند اللي هو مسؤول الاداري في الباند ساري. بس هو اليومين دول يعني هو في ظروف عنده وحاجات زي كده، بس ان شاء الله يعني ربنا يسهل وظروفه تتحل ويبقى معانا ان شاء الله. هو ثالث واحد في الفوكال يعني في الباند فهو يعني نسيناه فلازم نذكره يعني. الراجل شايل يعني موضوع يعني. ماشي يا سيدي ادينا ذكرناه. طب نقول حاجه بقى عشان عايزين بقى نصحصح بقى. عايزين نسمع حاجه كده قلنا صحصح بيها. هو في اغنيه اسمها السمره
تمام. دي كلمات واحد اسمه محمد عمر، وهي مش الحان يعتبر، هي الحان واحد اسمه. انت بتغني يا انور صح؟ بتغني؟ لا هو بتلحن؟ انا بغني وبلحن يعني، بس هو الغنى مش قد كده يعني، مش هقول لك ليه بس يعني ليه؟ مش لازم تكون واثق في موهبتك. يعني هو مش غنى مش قد كده، هو بس انا بلحن بقالي كام سنه كده بلحن. فالاغنيه اللي هنقولها ان شاء الله دي الحان عماد، واحد اسمه عماد يمني. ده حد بسم الله ما شاء الله عليه، حد حلو يعني، هو اصلا ممثل فما اعرفش هو طلع ازاي اللحن دوت يعني. بس يلا نسمع بقى. حبتني وتعلق فيها السمرة السمرة، وكل ما عيني تقف عليها السمرة السمرة. حبتني وتعلق فيها السمرة السمرة، وكل ما عيني تقف عليها السمرة السمرة. احس ان قلبي بقى ليها السمرة السمرة. حبتني وتعلق فيها السمرة السمرة، وكل ما عيني تقف عليها السمرة السمرة. حبتني وتعلق فيها السمرة السمرة، وكل ما عيني تقف عليها السمرة السمرة. احس ان قلبي بقى ليها السمرة 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 السمرة. احبك مهما تكوني انت سبب جنوني، والنسيوك عيوني عيونها ما ينسوني. احبك مهما تكوني انت سبب جنوني، والنسيوك عيوني عيونها ما ينسوني. السمرة عليها عسلية ساكنة في قلبي هي، السمرة عليها عسلية ساكنة في قلبي هي. واليوم اللي ما شوفهاش فيه ما يتحسبش عليا. حبتني وتعلقت بيها السمرة السمرة، وكل ما عيني تقف عليها السمرة السمرة. حبتني وتعلقت بيها السمرة السمرة، وكل ما عيني تقف عليها السمرة السمرة. احس ان قلبي بقى ليها السمرة 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 الله. طب يا عم بتقول ما بتعرفش تغني ولا بتعرف تغني؟ على قد بقى كده شويه. لا لا ما شاء الله حلو. دي كلام سمسم ولا؟ لا دي كلام واحد اسمه محمد عمر. اه تمام. والحان عماد يمني. لا لطيفه أوي. طب ليه اخترتها هي تكون اول حاجه؟ هو انا اخترتها وانا جيت دخلت الباند، عرضت عليهم الاغنيه ديت فعجبتهم جدا، ويعني حازت اعجاب ناس كتير قوي في الباند. فقلت بس يبقى لازم بقى انا اختار الاغنيه دي ان هي تنزل ان شاء الله مع الباند يعني. هي دي تعتبر اللحن بتاعها اسبانيش ولا؟ لحن جزائري شويه جزائري. او راي، حاجه اسمها راي. الشغل بتاع الشاب الشغل مامي اللي هو الراي ده. وسميرة سعيد. راي لطيفه جدا. بس انا بغنيها بمصري، هي المفروض ما تغناش بالمصري، هي المفروض تتغنى بحاجه جزائري كده. بس ده جديد يعني. هو شكل جديد كده شويه. لطيفة قوي. ان شاء الله تبقى معانا في الاغاني ساعة الحفلة يعني ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله. عايزين نروح بقى لسمسم. قول لي بقى انت يعني عامل قلق في كلام اغاني كده جامد، بس انت مش هينفع تقوله على الهوا وبتاع. هو ليه يعني ليه بتلجأ انت من النوع اللي هو انت بتحاول تروح للسخريه دايما، انت بتسخر من الواقع، فبالتالي بتطلع اغنيه لايت خفيفه؟ لا بالعكس، ده انا كمان بكتب رومانس يعني الى حد يفوق الخيال. فعلا بكتب رومانس مش الكلمات اللي تفوق الخيال، ده اصلا حكم يحكم عليا المستمعين، انما انا بكتب من نفسي، انا بكتب رومانس. والله بس حلو برضو يا خالد. يعني انا اللي عاجبني في سمسم ان هو في ناس كتير ما بتكتبش في الكلام مشاكل الرز والخل والعيش وحاجات دي جديد حلوة طبعا. يعني مش حكايات جديدة كمان. يا ريت انك انت ما توصلش فترة بعد كده تبطل الكتابة دي. احنا
كنا بنتكلم مع خالد السقا في كذا حلقة ان احنا زهقنا بقى من كل المواضيع، فالمواضيع المشاكل دي احنا محتاجين حد يتكلم عننا فيها. ده انا عامل حاجه جديده ان شاء الله رب العالمين تسمعوها، بس دي من هنا لامن الدوله على طول. دي حاجه اسمها اشربيت. دي حاجه بقى بتتكلم عن السياسه. يعني حاجه سياسه بس انت يعني ما بتخافش وانت بتكتب الحاجات دي يعني؟ هو الواحد طبعا احنا يعني في ديمقراطيه وفي كل حاجه، وفي يعني احنا مثلا هنا في اذاعه حريتنا احنا يعني انت لو جبت لنا اي حاجه بدل فيها قيمه معينه وما بتسقش لحد بعينه فاحنا ممكن نزاحها. بس هي الفكره ان انت ما بتقلقش ان انت حد ياخد منك موقف عدائي او ايا كان؟ لا خالص. انا بكتب على حاجات مكتوبه في قلب الجرايد كل يوم. حاجه مثلا بقراها ما عجبتنيش، رحت مثلا المشكله بتاعت الدويقه دي. انا خالتي من ضمن الناس اللي اتضرروا من الحادثه والله، فكتبت عشان كده كتبت قشر بيض. فكتبت قشر بيض. فكتبت قشر بيض على طول. هو ده لازم نسمعها منك قبل ما نقولها على الهوا بس. طب بس يا احمد، يعني انت واضح انك انت حد مجتهد وبتكتب كلام حلو، بتكتب ليه ما حاولتش تسوق للكلمات اللي انت بتكتبها دي، او ان حد بقى ستارز مثلا تغني الاغاني بتاعتك دي؟ هي في ان شاء الله معانا النهارده مفاجاه باذن الله رب العالمين، انا باعتها للمطربه. اتمنى ان دي تكون اول مشواري، لان انا لو دي مش اول مشواري انا مش هكمل مشوار. لا ان شاء الله تكمل مشوارك هتبقى دي ان شاء الله تبقى برضه حريتنا من بدايه مشوارك. ان شاء الله تكملوا. معانا التليفون يا خالد. معانا عبد الرحمن على التليفون. الو. ازيك يا عبد الرحمن؟ تمام. عامل ايه؟ سامعني كويس؟ تمام الحمد لله تمام. بجد انا بشكركم جدا ان انتوا استضفتوا ترتيب كلام النهارده معاكم. ربنا يخليك. وخصوصا محمد انور حد جامد جدا حبيبي. جدا ملوش حل. حبيبي عامل ايه؟ بجد يا محمد يعني واضح. انا مش عارف اهني الحلقه بيك ولا اهنيك بالحلقه. ربنا يخليك يا رب يا حبيبي، ربنا يخليك. انت عامل ايه؟ ربنا يخليك يا محمد. وبجد وكان عندي طلب صغنطط كده يا محمد. اتفضل. الو. ايوه عبد معاك. الرحمن. كنت عايز اسمع بس اغنيه عارفها يا محمد ها هو مكسوف ولا مش عارف ايه اقول. في ايه يا عبد الرحمن؟ انت مكسوف ايوه الاغنيه؟ اغنيه كان نفسي اسمع صوتك. كان نفسي اسمع صوتك اللي زاد وغطى. ايوه اللي زاد وغطى. ان شاء الله ربنا يسهل، لو الوقت اسمح ان احنا نغنيها يا عبد ان شاء الله نغنيها باذن الله. اوكي. وميرسي جدا يا محمد، وبجد اتمنى لك التوفيق، وبجد انت حد جامد ملوش حل، انت وعماد ربنا يخليك يا رب. شغالين معاك وخالد وكل الشباب. ربنا يخليك. كنت ايه اخبار السحور بتاع امبارح؟ لا تمام. طب الحمد لله. عندك في المعاد على فكره. طب الحمد لله. ميرسي يا عبد الرحمن، وتابع بقية الحلقة بقى. ميرسي جدا. ميرسي باي باي. ايه يا انور، واضح انك انت ليك شعبيه كبيره. هعمل ايه طيب؟ شعبيه في المعادي بالذات. منطقة انت ساكن في المعادي. انت عامل شعبيه في المعادي. عامل شعبيه. حلو الواحد يعني يعمل حفلة مثلا كل فترة في يعني لسه والله لسه فعلا كان عندي حفله امبارح، فعلا كنت عامل حفله امبارح، بس هي كانت حفله في اطار ديني شويه، اللي هو اطار رمضان وكده، وكنا عاملين فيها اغاني دينيه. ده كان في المعادي. كان في المعادي. طب كويس يعني ده يعني الحمد لله. طب ما احنا برضو تعالوا نطلع فاصل ونرجع نسمع حاجة تانية ونسمع موضوع البيض ده بس. تعالوا نطلع فاصل صغير قوي ونرجع لكم مرة تانية. خليكم معانا، ده دبابيس مع ميمو وخالد عليش، ونفكركم مرة تانية بأرقام التليفون 279 50 70 6. خليكم معانا. وحشتني عيونك وانت بعيد، ولا داري بايه اللي جرالي، ولا مني معاك ولا مني وحيد. ارجع يا حبيب قلبي يا غالي. وحشتني عيونك وانت بعيد، ولا داري بايه اللي جرالي، ولا مني معاك ولا مني وحيد. ارجع يا
جماعة، ولسه معاكم دبابيس وطرطيش كلام و يعني كنا لسه بنتكلم مع سمسم على الكلام اللي هو ايه، هينفع تقوله قش بيض ولا مش هينفع تقوله؟ لا مش هي. لا احنا هنقولها طبعا بس في الحلقه الجايه ان شاء الله، عشان يكون هو ظبط الكلام كده وظبط الدنيا. طيب ماشي. مكاس بعت لكم كومنت بيقول ازيكم يا جماعه، وانور يا جامد، ويا سمسم يا فظيع، وخالد يا رهيب، كميه تشبيهات فظيعه يعني. بيقولوا منورين وربنا يوفقكم. بيقول لي انور ارحمنا بروفات، وامتى الحفله بقى؟ هو باند اسمه اربط هنا. قريب ان شاء الله يا عم إحنا ممتاز. دي يا عم، قريب يا عم المفاجآت دي ممتاز يا ان عم. شاء الله. ايه المفاجآت دي؟ أنا قريب فاهم. باذن الله ما تقلقش. ده كده شغال في كذا باند يعني. هنعمل ايه طيب؟ كده تتفصل. لا هو دوت اربط هنا دوت دي فرقتي انا بقى، يعني دي الفرقه بتاعتي. انا جاي الفرقه ديت يعني يمكن طرطيش كلام بدلهم الحان. تمام. انا عامل بقى حاجات تانية خالص غير اللي انا عاملها دي. ده انت بتعمل مزيكا تانية انا مختلفة عامل يعني. مزيكا بقى تانية، حاجه بقى شرقي قوي. اربط هنا يعني. مفيش الا الاسم عجبني جدا فاخترته، يعني اللي هو اربط هنا، انت هتيجي عندنا، انت لازم هتيجي. وعاملين اغنيه ان شاء الله برضو على اسم الباند، اسمها اربط هنا برضو. عاملين بقى حاجه شرقي قوي، يعني عاملين حاجه شرقي قوي غير الستايل بتاع طرطيش كلام خالص. تمام. احنا يا ريت يعني لو اتيح ليك ان انت تكون موجود معانا في حلقه بالفرقه ان شاء الله تكون ان شاء موجود. الله باذن الله. طب احنا برضو عايزين ما نضيعش وقت كتير، وعايزين نسمع حاجه تانية يعني تبقى لا سمسم بقى يسمعنا حاجه بقى. في حاجة كتبها اسمها خطافين، دي حاجة للبلد وللحبيبة وللأخت. تمام. نسمع. هي بتقول انت بتغني يا سمسم ولا ايه؟ شوية. طب حلو. برضو؟ لا احنا ما بنجملش عامة. هي بتقول اخطفيني في دنيا تانية، كل لحظة معاكي دنيا، أحلى دقة قلبي جاية هي دقة قلبنا، عمري راح مش جاي تاني، ويا مواويلي وأغاني، قلبي تايه في المواني، راح يدور على الحبيب، اخطفيني دنيا تانية، كل لحظة معاكي دنيا، أحلى دقة قلبي جاية هي دقة قلبنا، عمري راح مش جاي تاني، ويا مواويلي وأغاني، قلبي تايه في المواني، راح يدور على الحبيب، ناس بتتوجع وتوجع، ناس تروح وناس بترجع، ناس تقول وناس بتسمع، واحنا لسه صغيرين، اوعى من الغدر اللي باين، كل ظالم كل خاين، اوعى يغدر بيك حبيبك او يبيعك للزمان، اخطفيني في دنيا تانية، كل لحظة معاكي دنيا، احلى دقة قلبي جاية هي دقة قلبنا، عمري راح مش جاي تاني، ويا مواويلي واغاني، قلبي تايه في المواني، راح يدور على الحبيب، احلى اسم ده اسمك انتي، قلبي سماكي حبيبتي، انتي مرسايا ومدينتي، وانتي عمري والزمان، شط بحرك كان بعيد، موج عيونك كان شديد، دمر القلب الحديد، والحديد كان قلبنا، واخطفيني في دنيا تانية، كل لحظة معاكي دنيا، أحلى دقة قلبي جاية هي دقة قلبنا. جميلة. ده ألحان مين يا؟ دي ألحان والله يعني ده انت متعدد المواهب. ده ايه هي الجمال؟ كانت الحفلة هتبقى كام ساعة على كده؟ الحفلة بقالنا 3 حلقات بنسمع كمية أغاني كتيرة. والله انا بصراحه يعني اللي انا شايفه ان طول ما في ابداع، وطول ما الناس عماله تكتب والناس عماله تبعت حاجات حلوه للناس، يعني ممكن الحلقه مثلا، ممكن قصدي الحفله تبقى مثلا مدتها ساعتين ولا حاجه. لا بس انت كنت كاتب الأغنية يعني
اللي هي ليها معنيين، ليها المعنى اللي هو للحبيب، وليها معنى ان انت ممكن كانك كاتبها لمصر او كاتبها للبلد. وللام وللحبيبه وللاخت. فانت يعني عامل حسابك اللي هو لو جت اي فرصه فانت ممكن الاغنيه تتلعب على طول. على طول. في كذا مجال. حلو. طيب تعالوا نطلع فاصل اعلاني صغير قوي ونرجع لكم مره تانية. عايزين نفكر الناس بارقام التليفون 279 50 70 6، وتقدروا كمان تبعتوا لنا كومنتس على الويب بيج بتاعتنا، وبرده لسه معانا ترتيش كلام، وما تنسوش الفقره الثانيه بتاعتنا الفنان حسين شلبي، فخليكم معانا. اللي مصبرني عليك ان انا شايف عليك حب العالم ده بحاله، خليك على كده خليك. حرمت عليا النوم، شايلت القلب هموم، وانت ولا حتى في بالك طولت عليا اليوم. وادي حالي معاك تعبني هواك بقالي كتير، ليالي طوال على ده الحال بقالي كتير. وادي حالي معاك تعبني هواك بقالي كتير، ليالي طوال على ده الحال بقالي كتير. انا شايفك وانت بعيد، شوقك عمال بيزيد، اول ما عليك تقابلني اسمع صوتي التاني. الحب عليك مكتوب ولا في الحب ورود، ريح بالك واتكلم انا زيك برضه بنوم. وادي حالي معاك تعبني هواك بقالي كتير، ليالي طوال على ده الحال بقالي كتير. وادي حالي معاك تعبني هواك بقالي كتير، ليالي طوال على ده الحال بقالي كتير. وادي حالي معاك تعبني هواك بقالي كتير، ليالي طوال على ده الحال بقالي كتير. وادي حالي معاك تعبني هواك بقالي كتير، ليالي طوال على ده الحال بقالي كتير. ولسه معاكم ميمة وخالد عليش ودبابيس. دبابيس. استاذ عليش، استاذه ميمه 3 ثواني على الهوا. 3 2 1 هوا. بنرجع مرة تانية، لسه معاكم ميمة وخالد عليش ودبابيس على راديو حريتنا. عايزين نفكركم مرة تانية ان احنا معانا دلوقتي فريق تراتيش كلام. تراتيش كلام منورنا من اول حلقة، وفعلا وصلت لنا كومنتس كتير من رانيا بتقول انا متابعاكم من اول حلقة، وكانت اول حلقة جامدة قوي، وتاني حلقة كانت تجنن عشان هشام، وطبعا الحلقة دي ملهاش حل، وانتوا جامدين قوي.
ميرسي يا رانيا. ورانيا بعت تو كومنت يعني بتشكر في البرنامج. كمان جوجو بتقول انا بس عايز اسلم على هشام بس. ماشي يوصل خلاص ماشي. وهبه يعني بعت كومنت طويل معناه ان هي عايزه صور الباند كله، عايزه ان هي تشوف صور الباند كله. كمان كانت جوجو طالبه، انا فاكر عشان انا مش لاقي الكومنت بالظبط، كانت جوجو طالبه ان هي عايزه ان احنا نكون معانا في حلقه من الحلقات الليدر اللي انت اتكلمت عنه اللي هو ساري. كانت طالبه ان هو يكون موجود معانا في حلقه من الحلقات، فان شاء الله يعني لو ربنا يسهل ان شاء الله. الظروف بتاعته بس تسمح موضوع لي. الصور ده بس يعني هما لسه ما صوروش بوستر ولا اي حاجه لسه. نجمعهم مع بعض. هو لما يبقى في حاجه لما يبقى في حفله ان شاء الله كده يبقى ليكم هيبقى في لينك يعني ما بيننا ان شاء ان شاء الله باذن الله. وبنعمل الويب سايت ان شاء الله رب العالمين تحت اسم الله. طرطيش كلام. حلو. ده حلو يخلص. ده. اول ما خلص. تعملوه يا خالد قول لنا على الويب سايت واحنا ننزله خلاص عندنا اوكي، في مفيش الصفحات بتاعتكم على طول. ان شاء عشان الله. اللي عايز يسمع اي حاجه، الناس بتطلب اي اغاني تانية يبقى. انت عارف ان احنا متعودين في الحلقات دايما ان احنا ما بنضيعش وقت في الكلام ايوه ونسمع. انا عارف. انت عايز البهاريز. انا عايز اسمع الأغاني. انت على طول كده عايز تسمع الطراطيش. سمعونا ايه بقى؟ طيب نقول مترو. دي على فكره ده طلب خالد عليش. مترو دي جميله جدا. ماشي نسمع مترو مرة او تانية. ملحن لا، قلنا. لا. وناس كتيرة قوي طلبتها كمان.
خدش خطوة. جميله قوي موضوع المترو ده. انت كاتب الكلام سمسم صح؟ لا برضه لا برضه اللي كاتب المترو ده حد اسمه اسلام ابو سعود. جميلة جدا عجباني بس جداً. هو دلوقتي اعتزل الكتابة، يعني بطل يكتب خالص. هي فيها حاله فيها حالة. هو الموقف اللي حصل ان هو كان واقف في المترو تمام، فشاف راجل واقف بشنطة وجرنون، مش اكتر من كده. ما هي فيها حاله قويه انت جدا. عارف لما تلاقي واحد مثلا بجرنان وشنطه اكيد يا اما رايح الشغل يا اما رايح الشغل. بالظبط. التعب بقى باين على وشه والحاجات دي. بس فلازم في- الحاله دي تتكتب. في حاجه بس انا عايز اقول لك عليها يا خالد، ان الاغنيه اطول من كده. الاغنية فيها بس كوبليهات لا. تانية ان شاء الله، بس دي بقى تتقال ان شاء الله في الحفلة بقى ان كاملة. شاء الله باذن الله. طب ما ايه رايكم برضه نسمع حاجه صغنطوطه كده من رز وخل، بما ان اسلام سمسم معانا رز حاجه وخل. صغننه قوي منها. طيب اوكي ماشي. هو انا مش حافظها قوي الكلام، بس هو كاتبها مع جنبك بقى كاتبها جنبي بقى. سمسم وخالد موجودين. رز وخل وحبة توم ومشاكل هنا كل يوم. رز وخل وحبة توم ومشاكل هنا كل يوم. حبة يقولوا في لبن فاسد، حبة يقولوا سمك مسموم. حبة يقولوا في لبن فاسد، حبة يقولوا سمك مسموم. هوا فاسد من العربيات والسرطان في الموبايلات. هوا فاسد من العربيات والسرطان في الموبايلات. وعلامة موت عالسجاير والناس تشتري بالقربان. وعلامة موت عالسجاير والناس تشتري بالقربان. رز وخل وحبة توم ومشاكل هنا كل يوم. رز وخل وحبة توم ومشاكل هنا كل يوم. حبة يقولوا في لبن فاسد، حبة يقولوا سمك مسموم. حبة يقولوا في لبن فاسد، حبة يقولوا سمك مسموم. والزحمة صابر على عيش والونزة مالية ريش. والزحمة صابر على عيش والونزة مالية ريش. والبجاحة بالسياحة والناس هنا غاويين تطنيش. والبجاحة بالسياحة والناس هنا غاويين تطنيش. رز وخل وحبة توم ومشاكل هنا كل يوم. رز وخل وحبة توم ومشاكل هنا كل يوم. برضو يعني ما فيش كلام. رز وخل ليها حاله برضو مختلفه تماما يعني رز وخل دي بتتكلم عن شعب صح؟ انا بقى يعني مش قادر اقول لك ان انا كل يوم بنزل من بيتنا بيصعب عليا الناس حقيقي يعني كل يوم نفسي اكتب لهم اغنيه بجد. بالظبط. انت لما بتبقى طالع من يعني لما بتنزل في وسط الناس وبتشوف مشاكلهم فبتحس يعني هي دي اللي بيديك الطاقه ان انت تكتب حاجه جديده صح؟ انا كان نفسي من زمان كمان اطلع عضو مجلس محلي، اطلع محافظ، اطلع حاجه كده بحيث ان انا اقدر اساعد الناس بجد. احنا فيها احنا فيها. انت دراستك ايه اصلا يا سمسم؟ انا دبلوم تجاره. ودلوقتي شغال في مجال تاني غير الميديا. انا شغال في مجال بعيدا عن الكتابه نهائيا. تمام. انا شغال في شغل دهانات، شغل ديكورات حاجه كده. بس كله فن برضه. فن برضه. بمناسبة بنتكلم على ساري بعت لنا كومنت. ساري عمر، معلش يا ساري انا خانفه النهارده. بيقول له يا خالد وميمه منورين، وبيقول سوري بجد لان هو مش قادر يبقى معانا بس ده لظروف خاصه غصب عنه. وهنتقابل ان شاء الله، واكيد احنا انا وانت يعني يا خالد هنحضر الحفله لانها عشت كام حلقه ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. عايز اروح لانور بقى. انت انور درست اساسا مزيكا؟ خالص ما درستش مزيكا خالص. كل اللي انا كنت اعرفه عن المزيكا كنت ثالثه اعدادي. كانت يعني والدتي ربنا يخليها لي يا رب، كانت هي جايبه لي اورج كده صغنن كده على قدي كنت بلعب عليه. فابتديت ان انا اجيب النغمات واسمع واجيب والحاجات دي. ابتديت بقى ان الموضوع بقى يتطور معايا لمده 9 سنين تقريبا لغايه دلوقتي. بس اتعلمت الجيتار، ما حدش علمني الجيتار، اتعلمت برضه لوحدي. ابتديت ان انا اقرا، اروح مكتبات سوزان مبارك.
ابتديت ان انا افتح النت، والنت طبعا ما سابش حاجه. فابتديت ان انا اشوف بقى على النت ايه اللي موجود وايه الكوردات المعموله وايه السروال حتى هم على الانترنت في بقى ازاي بيعلمك ازاي تظبط الكورد بالظبط. هو دوت، فهو ده بقى اللي افادني كتير قوي يعني. هو النت اهم حاجه. فمن ساعتها بقى انطلقت بقى. انت دراستك ايه اصلا؟ انا دراستي نظم معلومات اداريه. انا مهندس كمبيوتر دلوقتي، شغال سيستم ادمنستريتور. ماسك شركه كده الحمد لله رب العالمين يعني كلكم خالص ماسكين كذا فيلد بتشتغلوا فيه. ده كويس يعني. الحمد لله مختلفه. يبقى ليك كذا فيلد انت بتشتغل فيه. بس انت تكون ناجح في حاجه واحده. يعني ده اهم حاجه. وكان من حد يا خالد في الدراسه بتاعته يبقى مثلا معهد موسيقى عربيه ولا كليه تربيه موسيقيه، تلاقيه يتخرج ويحط شهاده في البيت. طبعا. وكان من حد تاني ما تلاقيهوش درس خالص وخدها موهبه وتصميم وخبره وبقى حد في المجال. موهبه واحتراف، توصل لدرجه عندك الاحتراف. بس لازم برضو الدراسه يعني، لازم برضو يدرس ولازم يبقى فاهم او يعوضها بالخبره او بالقرايه. بالقرايه بالكلام ده كله. لازم. طب احنا هنروح لفاصل صغير جدا ونرجع علشان اخر لينك نسمع حبه حاجات كتيره كده، ولينك صغير يا طارق ونرجع تاني. كان فاضل بس يدوب إن لبسته بالدنيا واتوب عنك، لكن قلبي المغلوب بيخاف ليدوب في ليالي الشوق بعدك. كان فاضل بس يدوب إن لبسته بالدنيا واتوب عنك، لكن قلبي المغلوب بيخاف ليدوب في ليالي الشوق بعدك. وما بين كده او كده مش مرتاح انا، خليني بقى كده يمكن الهنا متداري صبري عليك. وما بين كده او كده مش مرتاح انا، خليني بقى كده يمكن الهنا متداري في صبري عليك. مش عايز بكرة يفوت وانا لسه بموت، والليل عمال يجرح، والوحدة تزيد النار وتزيدني مرار، والحزن يبات يصبح. مش عايز بكرة يفوت وانا لسه بموت، والليل عمال يجرح، والوحدة تزيد النار وتزيدني مرار، والحزن يبات يصبح. وما بين كده او كده مش مرتاح انا، خليني بقى كده يمكن الهنا متداري في صبري عليك. وما بين كده او كده مش مرتاح انا، خليني بقى كده يمكن الهنا متداري في صبري عليك. كان فاضل بس يدوب إن لبسته بالدنيا واتوه عنك، لكن قلبي المغلوب بيخاف ليدوب في ليالي الشوق بعدك. كان فاضل بس يدوب. ولسه معاكم نيما وخالد عليش ودبابيس. دبابيس. وبنرجع مرة تانية ولسه معاكم دبابيس، وفي اخر لينك ما طلعتش كلام. ساري عايز رقم التليفون، انا هقوله لك بسرعة يا ساري تلحق تكلمنا لان ده اخر لينك معانا. كل الناس اللي عايزة تكلمنا وتتابعنا في الجزء الثاني من الحلقة تقدروا تكلمونا على 279 50 70 6 279 50 70 6. نسمع ايه بقى دلوقتي؟ حاجة اهداء للفنانة الكبيرة سميرة سعيد بعد نجاح الشريط بتاعها. الاغنية دي المفروض كانت تبقى في الالبوم، لكن للاسف الشديد هي سافرت ورجعت ما لحقناهاش. تمام، جت سجلت على طول. هي كلمات سمسم احمد عبد السلام، والحاني وتوزيع ان شاء الله. ان شاء الله. حاجة اسمها مال قلبي ليك. مال قلبي ليك. ماشي نسمع مال قلبي ليك. الاول بس احب اقول لها كل سنه وانت طيبه، وان شاء الله رب العالمين تعملي اشارات اجمد واجمد.
يعني مش عارف اقولها ايه على الشريط الاخير. كان لينا في حريتنا حوار حصري معاها، امتى؟ كان حد مسجله معاها من الاذاعه، فانتوا ممكن تبقوا تدخلوا تسمعوا. ماشي خلاص اوكي. هيك كده خلاص. هي بتقول مال قلبي ليك انا مال قلبي ليك، انا ليش اشتقت ليك انا ليش اشتقت ليك، مال قلبي ليك انا مال قلبي ليك، وانا ليش اشتقت ليك انا ليش اشتقت ليك، انا ايه خلاني احبك انا ايه خلاني احبك واتوب واسهر واشتاق لحبك، انا ليه دبت فيك انا ليه دبت فيك، انا قبلك عشت حياتي ضياع وسنين عايشة في مرار، ومعاك حسيت انا طعم الحب وعشت حياتي، عيشتني طعم الحب ونار وانا قبلك ما عشتوش، خد ليك يا حبيبي قربني لقلبك او قربني ليك، انا قلبي ليك تهت في عينيك انا تهت في عينيك، انا ايه خلاني احبك انا ايه خلاني احبك وادوب واسهر واشتاق لحبك، انا ليه دبت فيك. بس كده؟ لا جزء من الاغنيه. مش عايز تحرق الاغنيه؟ لا مش عايز يحرق الاغنيه. طبعا خير طبعا خير. دي كانت مشروع مع الفنانه سميرة سعيد بس لم يكتمل. يعني انا اتمنى على الاقل لو قابلتها على الاقل وفشلت هيبقى برضه كسبت شرف المحاولة. لا ان شاء الله باذن الله، يعني ربنا يوفقك ان شاء الله. طب عايزين بقى نختم حلقتنا النهارده، وقبل ما نختم احنا عايز اعرف منك انت مين بقى معانا الحلقه الجايه؟ الحلقه الجايه ان شاء الله يعني هنحاول ان احنا نجيب كاست بتاع الباند كله. دي هتكون اخر حلقه شهر رمضان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نجيب الكاست كله بتاع طرطيش كلام، تمام، اللي هم كانوا معانا طول الحلقات، واللي هم ما قدروش ان هم يجوا الحلقات اللي هي كانت موجوده معانا في رمضان. تمام. انا عايز اقول كومنت بس بسيط، ان الموضوع بتاعنا يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نسعى ان احنا ننزل في اقرب فرصه. تمام. الناس ما تستعجلش، لان كل ما الواحد ما بيبقى هادي في الامور بتاعته مظبوط، وبيركز فيها كالحان وكلام وكتوزيع وكشخصيات برضو للناس، ان هو بيعرف الناس اللي معاه. تمام. وبيعرف اذا كان قلبهم على الشغل ولا لا، اذا كانوا بيحبوا الشغل ولا لا، كل الكلام ده بيبان في الاخر وبيطلع على الستيج. مظبوط، هي الروح كلها بتكتمل وبتبان على بالظبط كده. فمهما كان التاخر بتاعنا احنا بس لينا شرف كبير قوي ان احنا على اذاعه حريتنا، وان احنا بجد بنرمي حكايه حلوه يعني. الله يخليك يا خالد، وربنا يسهل ان شاء الله وتبقى حفله جامده وكويسه ان شاء الله. ان شاء الله احنا نتمنى لكم ان شاء الله نكون موجودين معاكم، واحنا بنفكر الناس ان شاء الله يا جماعه استنونا الجمعه الجايه، دي هتكون اخر حلقه في شهر رمضان واخر حلقه لفريق طرطيش كلام معانا على راديو حريتنا، بس مش هيكون اخر لقاء معاه، ده في لقاءات اكتر واكتر لغايه لما ان شاء الله توصلوا يمكن للعالميه ان شاء الله يعني. ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. في بس كومنت اخير كنت عايز اقوله. اتفضل. كنت عايز اقوله كمان من اول حلقه، هي في ناس مؤخرا دخلت علينا بتحاول اللي هي توقع البند مننا في نفسينا، يعني بتحاول توقع البند مننا، يعني بيقولوا كلام على ناس وناس بتقول كلام على ناس، فبقول لهم ان شاء الله رب العالمين الكلام ده كله اصلا مش هيحصل، والبند كده كده ان شاء الله هيشتغل، سواء بيكم من غيركم هيشتغل ان شاء الله. ودي كلها يعني المشاكل بتبقى موجوده في كل حته، بس اهم حاجه ان احنا نقدر نسيطر عليها في الاخر باذن الله رب العالمين. نسمع بقى اخر حاجه معانا، وتابعونا لكل مستمعينا، تابعونا انتظرونا الجزء الثاني من الحلقه، هيكون موجود معانا الفنان حسين شلبي صاحب اغنيه دموعك نصيبك. خليكم معانا نسمع اخر اغنيه لطرطيش كلام. الأوهام واسمعوا طرطيش كلام، لو مشاكلكوا هتجننكوا اسمعوا منا الحل أوام، ابعدوا عن الأوهام واسمعوا طرطيش كلام، لو مشاكلكوا هتجننكوا اسمعوا منا الحل أوام، غلفوا راسنا بالجلاد جم عملوا لنا لحظة احداث، موتونا كده في نفسينا وضيعوا معاك الأهداف، غلفوا راسنا بالجلاد جم عملوا لنا لحظة احداث، موتونا كده في نفسينا وضيعوا معاك الأهداف، ابعدوا عن الأوهام واسمعوا طرطيش كلام، لو مشاكلكوا هتجننكوا اسمعوا منا الحل أوام، ابعدوا عن الأوهام واسمعوا طرطيش كلام، لو مشاكلكوا هتجننكوا اسمعوا منا الحل أوام،
قطعوا المية قطعوا النور، يا ترى مين فيكو عليه دور؟ قطعوا المية قطعوا النور، يا ترى مين فيكو عليه دور؟ لو عايز تنطق بصراحة اوعى تخاف وانطق في النور، لو عايز تنطق بصراحة قولها وخاف وانطق في النور. ابعدوا عن الأوهام واسمعوا دندنانا طرطش كلام، لو مشاكلكوا هتجننكوا اسمعوا منا الحل أوام. ابعدوا عن الأوهام واسمعوا طرطش كلام، لو مشاكلكوا هتجننكوا اسمعوا منا الحل أوام. مشاكلكوا لقينا لها الحل واسمعوا منا رز وخل، مشاكلكوا لقينا لها الحل واسمعوا منا رز وخل. والمترو فاكرة ورحيل مع رمضان البدرة وهل، والمترو فاكرة ورحيل مع رمضان البدرة وهل. ابعدوا عن الأوهام واسمعوا نانا طرطش كلام، لو مشاكلكوا هتجننكوا اسمعوا منا الحل أوام. ابعدوا عن الأوهام واسمعوا طرطش كلام، لو مشاكلكوا هتجننكوا اسمعوا منا الحل أوام. آخر كلام حل تمام وسبت عن الأوهام، آخر كلام حل تمام بطل تسمع في الأوهام. لو عايز تسمع بصحيح اسمع طرطش كلام. ابعدوا عن الأوهام واسمعوا طرطش كلام.